أهلين فيكم، تحية طيبة عليكم من أنا شيف الأحساء، جايب لكم وصفة نعم فاخر من الآخر شي ينقال عنه. أوصال الدجاج ناجحة طيبة بطريقتين، من الفرن ومن المقلاة، وأيضا معها الصوصات. منا ما جرب وصفات الدجاج وطلعت فاشلة معاه، خصوصا بصدور الدجاج دائما تكون قاسية وما تكون نفس اللي تبونه تنجحون وتخلونها نفس اللي تشوفونه فوق في المقطع، كيف الدجاج تعرف وهش ولذيذ ويذوب في الفم. فإن شاء الله المقطع هذا لكم، فتابعوا وعطوا اللي تحبون. وأحب دائما التجارب الناجحة أجيبها لكم وأخليها بالملي تكون يمكم. فإن شاء الله في صندوق الوصف أيضا كل شيء مكتوب، فنتابع الخطوات من بعد ما ينتهي المقطع الترويجي ونشوف الوصفة. اهلين فيكم، حياكم الله. في البداية عندي هنا صحنين صدور دجاج، ان شاء الله بيكون الكمية فيها وافرة وراح ارتب معاكم عليه. ايضا هنا عندي زيت زيتون والليمون على كوب او ربع كوب اقصد. اوكي. وايضا عندي هنا الخضار المشكلة اللي هو الطماطم، على الفليفلة، على اللي هو البصل الابيض. ايضا راح اسوي الصوصات، وايضا راح اخليه مع اللي هو اصياخ شيش طاووق. ايضا هنا البهارات المشكلة كلها ان شاء الله راح اذكرها بالملي واخليها في صندوق الوصف حق تكون يمكم. كذلك عندي هنا اللي هو الاعواد الخشبية، جدا مهمة حق الوصفة هذه. وايضا عندي هنا علبة زبادي من اي نوع، لا تخلون نوع معين. والزبادي مهم في الوصفة هذه ويخليها جدا جدا ترفو، هذا سر نجاح الشيش طاووق. ويلا نبتدأ الترتيب. في البداية راح نقطع ان شاء الله اللي هو صدور الدجاج بقطع متساوية مثل ما راح نشوف. ومهم منكم تنتبهون على نوع صدور الدجاج، ما يكون الأحجام اللي تكون جدا كبيرة تبان انها من دجاج أحجام من 1000 وطالع، لأنه بتكون قاسية معاكم، فتنتبهون على النقطة هذه. نقصها شرطة طولية مثل ما تشوفون، وثم بالعرض ناخذ اللي هو قطعتين تكون متساوية القطر مثل ما تشوفون. وهنا عندي جاهز الحجم هذا جدا مناسب للشيش طاووق وبيطلع معاي ناجح. نشيله على جنب الحين ونكمل باقي اللي هو التقطيع حق كل الكميات. طبعا اذا جاكم الحجم مثل ما تشوفونه صغير، ما يحتاج تسوون شرطة طولية على طول تقطعونه. نكمل كل الخطوات في التقطيع، وثم الحين من بعد ما خلصنا الحين نبتدأ الإضافة هذه. أهم إضافة اللبن أو الزبادي على التتبيلة اللي هو للدجاج، يخليها جدا ترفع وتكون معانا مرتبة. أيضا هنا عندي البهارات المستخدمة كلها مكتوبة فوق الشاشة، وتقدرون تكتبونها، وأيضا هي موجودة في صندوق الوصف لكم. وطبعا حرية التغيير في البهارات لكم، بس أهم شي فيها البابريكا الحمراء. عندي هنا زيت الزيتون جدا مناسب للصحيين أو الدايت، هم ما بيضر معاهم. وأيضا بيخلي الدجاج جدا اللي هو فيه دسومة، لأن العادة صدور الدجاج ناشف. وعندي هنا أضفت الليمون، هم طعمه طيب مع اللي هو الشيش طاووق أو الدجاج، جدا يطلع معاه لذيذ. فالحين نخلط كل الكمية مع بعض، نتبلها زين ما زين، ثم نغطيها. وكل ما خليتوا التتبيلة طول يعني ليلة كاملة، أفضل وأفضل من إنكم تسوونها بعد ساعة أو ساعتين. طبعا مستعجلين ساعة ساعتين كافية، لكن كل ما طالت التتبيلة كل ما كان أفضل. الأعواد الخشبية عشان لا يحترقون معاكم في الفرن، لازم تنقعونها بالماي قبل بساعة او نص ساعة، بحيث انها تكون كلها مغمورة بالماء وتتشرب الماء، حق لا تكون معاكم تحترق وقت اللي تحطونها في الفرن. الحين معي اللي هو الدجاج جاهز بعد التتبيلة، انا خليته ليلة كاملة، ولكم الحرية انكم تخلونه اقل اذا مستعجلين، لكن كل ما طالت المدة مثل ما قلت لكم افضل وافضل. نبتدأ الحين الشك ونرتب اللي هو الاعواد او شيش طاووق في الاعواد. فرغت المي وغسلت اللي هو الحلة عشان اني بستفيد منها بعد شوي. عندي هنا الشك بالطريقة هذه تمام. تضيفون اللي هو طبعا البصل او الطماط او التشكيلات اللي انتم تبونها مع الاعواد، ولكم حرية انكم تضيفونها او لا، عادي ماكو مشكلة.
وعندي الفلفل الرومي. وبهالطريقة هذه اللي تشوفونها ما يبلها أي عرف ولا يبلها أي مثل ما نقول خبرة، لا كلها سهالات الموضوع. وخلاص من نخلص من كل الكمية نصفها على الحلة ونشوف الخطوة اللي بعدها. عندي هنا الأعواد جاهزين ومشكوكين وكل شي طاوق على كيفكم. هذا الجزء الأول للدفعة الأولى اللي بيكون من داخل الفرن، لأن أنا راح أسوي معاكم طريقتين للشيش طاوق في الفرن وخارج الفرن. الآن عندي هنا البصل، الطماط، الفليفلة، الفلفل، هذا اللي راح أخليه مع اللي هو شيش طاوق وقت الاستواء. ومنها أيضا عشان أني بخليه يكون كصوص في النهاية راح أحطه في الخلاط أو بالبلندر. فنتابع المراحل والخطوات، ومثل ما تشوفون قدامكم صفيتها ومباشرة على الفرن اللي حميته مسبقا على درجة حرارة 280 من الأسفل، تخلونه في الشبك اللي في النص، وياخذ تقريبا معاكم ساعة بالضبط وبيكون جاهز. الحين نسوي الدفعة الثانية مباشرة. الحين راح اسوي الدفعة الثانية ان شاء الله. هنا عندي مقلاة وتقدرون تسوونها على الصاج ما يقول لا، بس انا افضل المقلاة عشان اللي هو انكم تقدرون الغطاء تحطونه عليه. بعد ما حميت الحين اللي هو المقلاة راح اضيف زيت الزيتون، واللي يبي يحط الزبدة او الزيت النباتي كلن على حسب المود اللي هو ماشي عليه. اذا كان عنده نظام صحي فينتبه على الاضافات وما يكون ياخذ الا الاشياء الطبيعية. عموما الحين من بعد ما حميت المقلاة مباشرة راح اضيف الدجاج المتبل واللي جاهز معانا من مال الشيش طاوق. راح اخليه بالطريقة هذه مصفوف على اللي هو المقلاة، وثم ننتبه للخطوات اللي ان شاء الله كلها سهلة وما فيها اي تعقيد. والحين راح اخليها على اللي هو القلبة اللي هي عليها مدة 5 دقايق، تكون النار متوسطة تنتبهون ما تكون عالية، وراح اغطيه اوكي وبعود له. فلازم تنتبهون على الخطوة هذه. هنا بعد ما اخذ 5 دقايق معاي خلاص راح اقلبه على الجهة الثانية، وانا متأكد ان الجهة هذه خلاص استوت، فاخليه يستوي ايضا من الجهة الثانية. ولانه متبل بالزبادي واللي هو الخلطات اللي شفتوها وماخذ معي وقت طويل في التتبيلة، فيكون سهال يستوي معاي وما يكون قاسي، لا تخافون. فالحين غطيته حق يكمل الوقت للدفعة الثانية. فالحين قدامنا ما شاء الله جاهز ومرتب وعلى كيفكم. طبعا عندي ازعاج، خلصت من الديك وجاني البغبغان، فالله المستعان. عموما الحين عندي ما شاء الله قطع الدجاج جاهزة محمشة وطيبة وترفة مثل ما تشوفون بكل سهالة. حرك عليها بالملعقة تكون مرتبة. الحين من بعد ما خلصنا خلاص نشيله على جنب، وابتدي اسوي معاكم الصوص الاول وهو الشتني. اوكي. طبعا هي الدقوس نوعه هذا هندي لكنه جميل ولذيذ وطيب وما في الحرارة اللي تبون، يعني يكون بطعم متميز. فاللي هو مكوناته سهلة: الزبادي، النعناع، على اللي هو الكزبرة، وايضا اللي هو علب فلفل اختياري لكم. في ناس يضيفون له الثوم وهو بيكون اختياري لكم اضافة الثوم او لا، انا ما اضفته. عموما الحين خلاص حطيته بالبلندر مباشرة مثل ما تشوفون، قاعد اخلط فيه وما بياخذ معاي ثواني الا هو جاهز معاي الصوص هذا بكل سهولة. فهذا عندي الصوص الاول جاهز، نخليه على جنب نحطه في اللي هو حق التقديم، ثم نبتدي الخطوة اللي بعدها ان شاء الله معاكم ونشوف الشيش طاوق وجاهزيته. والحين عودنا على اللذاذة. من بعد ما خلص وقته في الفرن طلعته، الشيش طاوق جاهز، شيء نعم عليه الكلام يسير له اللعاب مثل ما يقولون. فالحين ان شاء الله بخليه على جنب، وثم ببتدي التزيين والتقديم معاكم ونشوف كيف راح نقدمه ان شاء الله. نخليه على جنب ونبتدي الشغل. الآن تبع الدايت واللي مسوين كيتو دايت وغيره من اللي برامجهم صحية يفيدكم المقطع هذا. تقدرون تقدمونه بالطريقة هذه وتاكلونه مع اللي هو أوراق الخس. أوكي، جدا مفيد وطيب ولذيذ وما تحتاجون تضيفون له الخبز. فأضفت الحين أيضا اللي هو الدفعة الثانية اللي أنا سويتها على المقلاة على جنب،
وراح ابتدي اضيف اللي هو التزيينات حق يكون طبق متكامل على كيفكم ويبهر ضيوفكم واللي تحبون تقدمونه لهم. طبعا التزيينات كلها اختيارية لكم كيف ما تحبون سووها. الحين راح اسوي الصوص الثاني بالبصل والطماط والفلفل والفليفل اللي انا كنت حاطهم مع الشيش طاووق يستوون بكل سهولة. ناخذهم وعلى طول بالبلندر نشتغل عليهم، ما يحتاجون تضيفون لا ملح ولا اي شيء، يكون هو الصوص كذا جاهز على يعني شيء ماخذ نكهة اللي هو نقول الاستواء، الشيء المشوي. كيف المشوي؟ طعم المشويات، فبيكون عندكم طعم مميز جدا فتضيفونه مع الشيش طاووق بيطلع إضافة رهيبة. فعندكم الحين صوصين بيكونوا مع اللي هو المشويات الشتني مع اللي هو الصوص هذا، فيكون طبق جدا فخم وكامل ولذيذ وشي عليه الكلام. والآن إضافة السلطات هي طبعا اختيارية لكم، لكن أنا حبيت إنه يكون هذا الطبق جدا مليان فايدة وكله شيء طبيعي وطيب وينفع حق اللي يسوون البرامج الصحية من كيتو دايت أو اللي هو اللي يسوون رجيم، فهذا لهم إن شاء الله. وهم حتى حق اللي ما يسوي هالبرامج هم مفيد له. علينا وعليكم بالعافية مقدما، اللي تحبونه عطوه إياه، وزكاة العلم تعليمه. الوصفات هذه إن شاء الله راح أخليها سلسلة بصدور الدجاج، بحيث إن أسوي معاكم عدة أصناف وعدة أطباق بتكون فيها باللي هو بصدور الدجاج. نجرب الحين هاللذاذة هالحلاوة. أنا حقيقة وأنا أشرح الحين وأشوف المقطع مو متحمل، فالله يعينكم إنكم تطبقون وتأكلون. شوفوا كيف ترف وهش ولذيذ، تذوقونه وتدعون لي. علينا وعليكم بالعافية. المقطع إذا عجبكم كالمعتاد تسوون له لايك ودعم ونشر. زكاة العلم أيضا تعليمه، وأنا بخدمتكم في أي سؤال تسألونه أجاوب عليه، فقط تركوا تعليقاتكم ورسائلكم وبخدمتكم أجاوب. ودمتم في أمان الله.